هنتكلم عن ميشينيست. ميشينيست اصلا كلمه طلياني ايطالي. ماشين اللي هي حركه. ميشينيست هو رجل الحركه، ده الترجمه بتاعتها. ده الكلام اللي هو الترجمه بتاعتها، بس مش هنخش احنا الترجمه. هنقول ان انا بالنسبه لي ان حركه الكاميرا او الميشينيست هو نقله من دراما معينه بحولها لحركه كاميرا عشان تخدم المشهد او الشوت اللي انا بصوره، وفي نفس الوقت المشاهد نفسه يحس بمضمون الدراما بتاعت الشوت. على فكره شغله الماشينيست مالهاش علاقه خالص بالعتاله، هي شغله فنيه جدا. يمكن هي فيها نسبه كبيره جدا من الحديد والحاجات اللي هي تقيله جدا، بس هي مالهاش علاقه خالص بالعتاله. يعني العتاله دي بره خالص. هي عباره عن احساس. انا ما بقولش عليها عتاله خالص. لو ما حسيتش بالشوت اللي انا بصوره مش هوصل ده للمشاهد. انا بشتغل مع حسن جاد كماشينيست، وعايز اقول لك، مش عايز اقول لك رايي، عايز اقول لك راي استاذ يوسف شاهين في حسن جاد. يوسف شاهين يقول لك ما اقدرش اشتغل من غير حسن جاد. نظرا لحاجات كتيره جدا يتميز بيها حسن كماشينيست. الماشينيست له مواصفات خاصه جدا، مش واحد جاست بيشد شاريو ولا بينزل كرين. لازم يبقى حساس جدا وحاسس الشوت زيه زي المخرج بالظبط، ولو مش حاسه زي المخرج ممكن ما يطلعوش مظبوط. حسن من النوع اللي فاهم يعني ايه سينما، يعني ايه مزيكا كمان، ويعني ايه صوره. وممكن تبص تلاقي حركه الكاميرا في الشوت ده ماشيه على مثلا على مزيكا معينه المخرج هيركبها هي والمزيكا لسه ما اتعملتش، بس هي في دماغ المخرج بس. فيقول له انا عايزها مثلا تمشي بالسرعه دي يا حسن، ما يقولوش مثلا سريعه بطيئه، لا يقول له عايزها تمشي كده تيرارا. حسن يديله تارارا دي، يديها له بالظبط، يقوم يركب المزيكا على حركه الكاميرا، تلاقيها اكن المزيكا كانت شغاله اثناء ما حسن كان بيشد الشاريو او بيطلع بالكرين او بينزل بالكرين. في اندماجه معينه بيني وبين المخرج، وفي مدير تصوير بيقول ان انا اقرب له، انما انا من وجهه نظري ان المخرج اقرب للماشينيست، لان انا زي ما بقول لحضرتك انا بترجم موقف معين لحركه. البدايه ان انا اتقالت عليا كلمه في يوم من الايام، مش هقول مين اللي قالها دلوقتي، انما اتقال ده من سلاله اصيله زي الخيل. ان انا ابويا كان منفذ ديكور. خالي اللي هو علمني المهنه او دخلني المهنه ده كان احسن ماشينيست في مصر، ولو كان موجود لحد دلوقتي كان هيبقى احسن ماشينيست في مصر، وانا جنبه 1 من 10، اللي هو سالم امين. ده كان اول واحد في مصر في المهنه، كان درجه الحساسيه عنده عاليه جدا مش زينا خالص. يعني يمكن انا نقطه بقول لحضرتك. دخلت ابتديت المهنه ديت، كان سنه اول حاجه عملتها كمساعد اخير جدا فيلم اسمه اسكندريه 84.
كان فيلم تسجيلي اتعمل في قلعه قايتباي في اسكندريه، ودي كانت بدايه مش عتاله برضه، كانت فن. يعني انا افتكر اول معده اشتغل بيها في حياتي ما كانش في حاجه اسمها كرين كتير، كان هو كرين واحد بس في مصر. احنا عملنا كرين واشتغلنا بيه، فهو كان راجل فنان قوي اللي هو عم سالم ده. فهو اساسا حببني في الموضوع. هي شغلانه حساسه جدا ودقيقه جدا، مش زي بقيه الشغلانات. في النهايه مع احترامي لكل المهن الاخرى في السينما، قصة الإضاءة لازم يكون حساس ويفهم المدير التصوير بالظبط بيحب إيه وبيحب يحط باك جراوند شكله إيه. يعني كل الكلام ده فيها فن، ما لا جدال في الكلام ده. بس أنا بعتبر الماشينيست من أعلى درجات الحساسية اللي لازم تتوفر في صاحب هذه المهنة. لازم يكون حساس جدا. حسن جاد من الناس ديت اللي هم أشبال عم سالم زمان، اللي أنا أسمع عنه من الأستاذ يوسف شاهين، واتربى مع عم سالم ومع يوسف شاهين ومع كبار المخرجين اللي عندهم حركة الكاميرا. حاجة مهمة جدا. حركة الكاميرا دي مش بسيطة، ولا حركة الكاميرا أحد أدوات المخرج الكبيرة اللي بيقدر يوصل بيها الإحساس اللي عايز يوصله. وبالتالي إن ما كانش معاه الماشينيست اللي فاهم كويس يعني إيه سينما ويعني إيه إحساس ويعني إيه دراما ويعني إيه مزيكا، ممكن الفيلم يفلت منه تماما. اول فيلم يوسف شاهين يطلبني فيه كان فيه اصوات كبيره قوي في مصر، وهو اللي قال الكلمه ان ده سلاله اصيله يعني، اللي هو يوسف شاهين. وفي ناس كتير اعترضوا لان انا كان عندي 25 سنه وبعمل فيلم المهاجر مع يوسف شاهين، والمفروض ان انا هقف وجها لوجه مع يوسف شاهين اناقشه في شوت. فكان بالنسبه لي انا صعب ان انا اقف جنب الراجل ده يعني. اول شوت اتعمل كان يوسف شاهين راح قبلها بيوم مجهز المكان، هو كان كرين وكنا في سانت كاترين على جبل واخد علاماته. فروحت انا الصبح بدري فلقيت العلامات موجوده والكرين جاهز، فقمت الناصب حطيت الحديد وقمت حاطط الكرين. فجه هو يوسف شاهين بص لقى كل حاجه جاهزه. اول حاجه عملها الراجل مشكورا حط ايده على كتفي وقال لي انت كويس قوي وما تفكرش في اي حد، ما تتكلمش مع اي حد قبل الشوط، ركز في شغلك وفي اللي انا بقوله لك هتطلع كويس. ودي كانت اول انطلاقه ليا في السينما المصريه. يعني عملت قبليها فيلمين، انما دي كانت مع يوسف شاهين، دي كانت اول حاجه عملاقه. يعني بعد كده انا حتى اسمي بالنسبه للناس اتغير. انا اجلت الفيلم بتاعي ده مثلا مرتين بسبب ان حسن ما كانش فاضي، وكان ده بقول لك كلام حقيقي، مش بجامل حسن جاد على الاطلاق. انا بقول لك كلام حقيقي وليس بيني وبين حسن جاد غير كل ود وكل احترام، بس لازم اديله شهادته الحقيقيه ان فعلا لما باجي ادخل الفيلم بقول شوفوا حسن الاول، لو مش جاهز حسن، لو عنده اعلان، لو عنده فيلم تاني بتاع، انا هستناه، لان انا مش مستعد اخش مع اي ماشينيست اخر وما يدينيش اللي انا عايزه. خالد يوسف انا هقول عليه ان احنا اخوات قبل اي حاجه. يعني انا افتكر في مره يوسف شاهين مسكني ومسك خالد يوسف وقال انتوا الاثنين خليكوا جنب بعض هتعملوا شغل حلو قوي. دي في رقبتي يعني ما اقدرش. فاحنا اخوات. وخالد يوسف راجل جميل، يعني دماغه حلوه جدا، بيعمل شغل حلو قوي. انا مبسوط ان انا شغال معاه. انا هقول لحضرتك على حاجه، انا بالنسبه لي دلوقتي مفيش حاجه اسمها شوت صعب وشوت سهل. دول مش غرور. مفيش حاجه اسمها شوت صعب وشوت سهل. انا بالنسبه لي كل ما بعمل شوت حلو ده الجميل بالنسبه لي، يعني او الصعب ده الجميل. يعني كل ما بعمل حركه احلى ده بالنسبه لي بيبقى ممتع جدا. اكيد بتبقى محسوسه. احنا بنعامل بعض لان يعني انا المشرف العام بالنسبه للناس اللي معايا، بس انا بعملهم على انهم اصحاب لسبب واحد، ان في يوم مثلا بيبقى عندي يوم تقيل جدا في خارجي جدا، يعني خارجي والشغل صعب قوي، ببقى انا حاسه يعني ببقى انا عارفه من الصبح من دجوباش المخرج مني. فانا بعملهم على انهم اصحاب ده اولا. احيانا بيبقى في شده عشان الشغل كله يتم صح، يعني عشان ميبقاش في اي نوع من الخلل يعني في الشغل. والحمد لله لحد النهارده من ساعه من المهاجر، لان المهاجر انا من ساعه المهاجر لحد النهارده
وانا بقسم فريق كويس قوي الحمد لله. زمان ما كناش بناخد فلوس، كانت الفلوس قليله قوي، يعني كانت السينما غلبانه، فكانت فلوس قليله قوي، فدخلناها مش عشان خاطر الفلوس خالص. ودلوقتي بتتصنف الاثنين، واحد بيخش عشان عايز يبقى في المهنه او يستمر او يعيش في المهنه، وواحد عايز يخش عشان ياخد فلوس. وغالبا اللي بيخش عشان ياخد فلوس ده ما بيستمرش خالص. لو هنتكلم عن الخبره، انا عندي خبره من ناس كويسين جدا اذا كانوا مصريين او اجانب. اتعاملت مع اجانب كتير قوي، فده بيعمل برضه اندماجه من الحاجه الحديثه او السينما الحديثه. وانا ابتديتها بدري قوي، فعشان كده الحمد لله يعني ربنا وفقني فيها. كل حاجه في الدنيا خفت. هو كان يمكن زمان زي ما بيقولوا كانت عتاله ماشي، انما المعدات كانت تقيله قوي، اللي هو كنا عندنا كريم كنا بنقول عليه ابو العيله. فالمعدات دلوقتي خفت عن زمان كتير قوي. احنا بنحاول نطور نفسينا عشان لما زي ما بقول لحضرتك بنشتغل مع اجانب، او مش هقول مصريين، يعني نشتغل مع اجانب ويبقى عندنا احسن معدات في العالم. حسن بيديني احسن من اللي انا عايزه، بمعنى احسن من اللي انا عايزه، بمعنى ان انا ساعات ممكن اقول انا يعني متصور حركه الكاميرا بالشكل الفلاني، بس حديد الشاريو بالظبط حاسس انه لا، لو اتحط هنا يبقى غلط، لو اتحط هنا مش هيديني بالظبط. حسن بيفكر معايا يقول لي طب ما نحط الحديد بالشكل ده وانا اطلع لك البنسر بره مش عارف ايه وهديك اللي انت عايزه. يعني انا مجرد ان انا اشرح لحسن الشوت، ممكن هو يحط الحديد لوحده وعارف هيعمل ايه بالظبط. ممكن مع ماشينيست تاني لازم تقولي له الحديد من هنا لهنا، ولازم اخرج لي. حسن مش محتاج اي مجهود، انت بتقولي له انا عايز اخد الراجل ده من هنا واوصله للنقطه الفلانيه وعايز امشي معاه بحجم الفلاني، يحط لك الحديد بالظبط، يديك الكادراج بالظبط. لما تحط الكاميرا يقول لك عدسه كام، بيفهم يعني ايه عدسات، فيقول لك عدسه كام، فاقول له عايز استخدم ال50، يقول لي يبقى لازم ارجع بالحديد مثلا الحته الفلانيه عشان ما اكبس عليه. يعني واحد فاهم سينما. فده يعني قليل من كثير ممكن يتقال على شغلة الماشينيست وعلى رأسهم حسن جلال. بتعامل معاهم من منطلق واحد، ان هم يحبوني. لما هم يحبوني بيدوني اللي انا عايزه عشان ادي للفيلم اللي هو عايزه.